الفنون والرسم نعم. فخلت الأولاد يتأثروا بالجو العام. فطلعوا برضو عندنا اثنين من ما شاء الأولاد الله. مشوا في نفس السكة، واحد مصور واحد مونتير، مهم. كانوا شغالين في الأزرق والتلفزيون القومي. نعم. طيب أستاذة سارة، خلينا نرجع للبدايات. وسارة تزوجت وهي طالبة. في البدايات يعني زواج الطالبة يعني بيكون فيه يعني قصة جميلة كده. والله طبعا نعم. دي بتعتمد على الشخصية تحت البيت ولا الولد ذاته. يعني لو الناس متفاهمة أنا بفتكر إنه ما بيكون في إشكال. يعني الناس بتتساعد في الحاجات كلها، الناس بتبني حاجات مع بعض. يعني طبعا طلبة معناها نعم. مفلسين. نعم. فهي بعدين حتى التخصص لدكتور بلا أبو سنينة صعب. وكمان هو تخصص الطب، طب وده كان قراية شديدة. طالب في قصر العيني. بالمناسبة قراية الطب صعبة جدا ودايرة مجهود كبير جدا، وقراية السينما لا تقل صعوبة بالمناسبة عن الطب، لأنه بتاخد وقت، لأنه في عملي ونظري. نعم. فأنت ممكن تكون شغال من الساعة 8 صباحا لحد 8 بالليل، أنت شغال وانجو، وبترجع شايل شغلك معاك البيت عشان تكمل، عشان بكرة تيجي شايل باقي التكملة. في دوام عمل مستمر اليوم كله دائما طبعا. فالاثنين جارين وشغالين، لكن الاثنين متفهمين طبيعة الشغل دي وبنساعد بعضنا، هو بيساعدني في شغلي وانا بحاول اسمع له. ففي كان تكامل في الحته دي ذاتها بتخلي حياه حلوه نعم. وبتخلي في طعم مختلف. نعم جميل. طيب أستاذة سارة، نمشي معك للتلفزيون القومي وبدايتك في التلفزيون والإخراج الدرامي والسينمائي أيضا، ويعني عدد من الأفلام والمسلسلات السودانية والدراما السودانية. خلينا نتوقف في بداية مسيرتك في التلفزيون القومي. انا في التلفزيون اشتغلت في الثمانينات، كنت في قسم رسوم متحركه وديكور هو. فكنا بنعمل مقدمات بتاعت البرامج، الشغل بتاع الاطفال، عملنا اشياء صغيره صغيره للتلفزيون. ف يعني تذكر شنو الآن من الأفلام الأولى والمقاطع ممكن نقول عليه؟ انا طبعا اول اكثر فيلم يعني لسه بعملته، ما عملته في التلفزيون لكن عملته مشروع تخرج، اللي هو فاطمه السمحه. فاطمه السمحه. فاطمه السمحه ده كان من يعني انا كنت مصره انه اعمل شكل سوداني في الفيلم اللي انا حقدمه في لمشروع التخرج. فاخترت فاطمه السمحه على انه هي من التراث السوداني، وحكايه قاعده طويله والناس بتسمعها، وكانت لسه في ذهني لانه حبوبه بتحكينا كثير، وفي كميه من فاطمه السمحه حكايات كثيره. نعم. فكنت بفكر قلت ابتدي بفاطمه السمحه على انه تكون دي مسلسل، لانه فاطمه السمحه وتمشي بها فاطمه السمحه عملت شنو فاطمه السمحه وتتطور. فللاسف بس وقفت هنا في الحته بتاعت الواحده، لكن عملت اشياء صغيره، عملت اعلانات، عملت مرات يعني الواحد بيكون عندك احلام كبيره، لكن انت عشان تنتج فيلم بتاع كرتون انت محتاج لستاف كبير جدا عشان يساعدك. هي تقنيه محدده كمان تشتغل بها الافلام، الانيميشن بالذات بالتحديد. هي نحن في الفتره دي كنا بنشتغل بيدنا، بنرسم وبعد كده بنصور وبنحمض وبتاع، بس حاجه مكلفه جدا. الان طبعا التقنيه اتغيرت، التقنيه كمبيوتر حسب نعم. بنشتغل كمبيوتر وبتاع، لكن برضه ستيل برضه دي محتاجه برضه لناس كتير جدا عشان تشتغل فيها. يعني كل واحد بيكون عنده تخصص، واحد بيرسم الشخصيات، واحد بيحرك، واحد بيخط المزيكا، واحد، فعايزه صرف كبير جدا عشان تعمل فيلم محترم. اعتمادك على فاطمه السمحه كروايه سودانيه قديمه وممكن تكون من الاساطير المعروفه في السودان، وايضا فيلم البؤساء برضه هو روايه معروفه، فيما بينهم في اختلاف كبير لكن كل واحد عنده دور محدد قام به ولعبه. هي طبعا البؤساء انا بفتكر هي محطه مهمه جدا في حياتي، لانه انا ده اول فيلم سينمائي كبير اعمله يعني. فهو انا عملت مساعده للوالد، الوالد كان بيفكر طول الوقت، انا كنت في السعوديه رجعت، فكان بيحلم بانه يعمل ينتج فيلم البؤساء ويخرجه. ففعلا انا جيت لقيته عنده كميه من ال5 فوليومز تحت الكتاب اللي هو عامله فيكتور هوجو مترجم للعربيه، فقراه كذا مره وفي ذهنه حاضره انه يكتب السيناريو. فالوالد في هذه الفتره كان ما بيشوف، يعني فقد بصره من فتره. فرغم كده هو كان مصر انه ينتج الفيلم، رغم انه في الوقت ده كان يعني الميزانيه الموضوع للفيلم كانت بسيطه جدا. لكن هو اصر، قال انا هعمل فيلم البؤساء. فانا لقيت الاصرار ده، فقلت هو في يوم من الايام يعني هذا الرجل العظيم وقف معي في فتره انا برضه كنت معاقه، وهو ساعدني عشان اعبر يعني
الطريق بتاع مجد طويل جدا، بدونه ما كان حيكون في سار رياض الله. نعم. فكان لازم ارد الجميل واقف وقفه صلده واقول له اوكي نعمل الفيلم. هي كانت يعني اوكي دي كانت بحب اكثر من انها نعم. واقعيه، فيها لانه حميميه بالذات لكن مع- ما في يعني ما في تفكير كثير. يعني لو فكرت مرتين كنت حقول ما في فيلم، لانه الفيلم السينمائي مكلف جدا جدا نعم. جدا. لكن رغم كده لقيت انه هو مصر وهو عارف بيعمل في شنو، فقال لي انا عارف بعمل في شنو، فقلت له اوكي انا بقف معك. فهو كتب السيناريو رغم انه ما بيشوف، اخذ 4 سنين في كتابه السيناريو، بيعيد ويزيد في الروايه لحد ما وصل للشكل النهائي للسيناريو. فبعد كده بدينا نشوف طيب ها حنعمل شنو وحنمشي وين. كتبنا السيناريو وعندنا كاميرا وعندنا الناس ممكن تصور، لكن نعم. في اشياء الممثلين عايزين والصوت عايز وقروش. كانت تكاليف الانتاج عاليه جدا في الفتره ديك. هي مش في الفترة دي، في كل الفترات السينما غالية جدا، لأنه لك أن تتخيل إنه الأربع أشرطة. دقائق نعم. من الشريط اللي هي 4 دقائق فيلم ثمنه $200. فأنت عشان تجيب فيلم 4 دقائق فأنت محتاج لك مينيمم، لو ما حتشتغل وحتكون شاطر وما حتعيد اللقطات أنت محتاج لك 100 علبة. فشوف 100 في كم أكيد طبعاً دولار، ده وبعد وعايزه نعم. تحميض وعايزه بعد كده الطباعه. تكاليف انتاج عاليه. خلينا استاذ سارة احنا نمشي نطلع فاصل ونيجي نواصل بقية حوارنا معك. خليكم متابعين معنا. من جديد بنقول لكل الناس كل سنه وانتم طيبين، وبنتواصل معك استاذ سارة جاد الله، وكنا بنتكلم عن تكاليف الانتاج الكثيره لفيلم البؤساء. كان هو من اخراجك ومن سيناريو الوالد.